المسلمين من نار يوم القيامة وجوره والها المسبوق، ودحن أهل اليمن من نار بالأسعار ومن فجايع يلاقيها الفقر بالسوق. يا رب دحن جميع المسلمين من نار يوم القيامة وجوره والها المسبوق، ودحن أهل اليمن من نار بالأسعار ومن فجايع يلاقيها الفقير بالسوق. ويا جمل كرر المقطع يصير مدار لمن من أعمالهم جيب الفقر مشكوك. يا الله 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 الله. ويا جمل كرر المقطع يصير مدار لمن من أعمالهم جيب الفقر مشكوك. خافوا من الله فينا أيها التجار، منكم زمان السعادة مننا مسروق. روح. خافوا من الله فينا أيها التجار، منكم زمان السعادة مننا مسروق. واللي يغطي فعاله في شتات أعداد يتذكر ان النهاية لحظة او صندوق، ويوم ما ينفع اليورو ولا الدولار تظهر قلوب القصب والواهم المشموق. واللي لقى من فعاله كامل الأضرار يعطيه حقه ويبقى الظالم المحروق. يبقى الظالم المحروق. يلا صادق. رغيف المعاناة. أرق جفون المنى وهدى، أرق جفون المنى وهدى رغيفي معاناة، وهد عمري نزف وكم رمى باحتمالي على سراب المسافات وانا بسطح الأسف. أصارع الفقر وسقي خريف الجراحات، صدى أمين الخزف. رميت عمري الذي ينمى بكف المتاهات، وبإطلاقي عصف صلب من القلب، واحدث في مداهي كسارات ومن عيوني قطف. صلب من القلب واحدث في مداهي كسارات ومن عيوني قطف. حفر بوجه الأسى رفع مواجع وآهات، ولاحتفالي قطف. شاغفل الآه واستلقي على قفر الدمعات، وانسى طريق الترف. الله، وانسى طريق الترف. لا تعليق، لا تعليق أيها الفرسان، لا تعليق. ماذا يقول المرء؟ الآن جاء موعد الارتجال واللحظة الحاسمة بين الشاعرين. جهز قلمك ودفترك وجهز قلمك، والأستاذ الدكتور عبد الله البار رئيس اللجنة سيقول موضوع الارتجال، لأننا في حلقة ختامية والتنافس فيها قوي وكبير وعلى لقب يسعى إليه جميع الشعراء. سيقول الدكتور أبيات أو سيقول موضوع الارتجال. أولا قبل الارتجال وذكر الموضوع نتقدم للشعراء الذين اشتركوا في هذه المسابقة من أولهم إلى آخرهم ومن أولى حلقاتها إلى آخرها، وللشعب اليمني وللجمهور المتلقي لهذا البرنامج ولكل من شارك فيه وأسهم بالتبريكات والتهنئات بختام شهر رمضان. ونتمنى لهم أن يكون جميعا من المقبولين الذين أدوا صيامهم وصلاتهم على خير ما ينبغي أن يكون، ويعود علينا هذا الشهر وعليهم جميعا بأفضل ما نتمنى وبخير ما نرجو. ونحن في أجواء هذا الختام شهر رمضان وختام هذه الحلقات، سيكون موضوع الارتجال منبثقا من ثنايا هذه الأجواء، مع ما في النفس من شوق ومن حنين ومن تطلعات ومن أحلام إلى آخر ذلك. سأقول بيتا من الشعر يتضمن هذه الأجواء، ولكن أرجو من الشعراء أن يعبروا عن ما في أنفسهم كما عبر هذا الشاعر عما في نفسه، ليس شرطا أن يلتزموا بما قال، لا وزنا ولا قافية ولا أي شيء آخر، لا إلا يكتبون من أجل يستحضروا بس أمامهم. قال
مضى رمضان والشوق الذي في القلب لم يمضي، وفرض الصوم أديته وما أدى الهوى فرضي، ولكن باصبر برضي على عيبة صحابي في الهوى، لما تجي جوده عسى عوده. مشاهدينا الأكارم، أنهى الشاعران الارتجال حول الموضوع الذي وضعته اللجنة في النهاية. الآن سنستمع إلى الشاعرين وماذا قال في هذا الشهر الفضيل الذي سيغادرنا أو سنغادره لا ندري، المهم أن مغادرته تحز على النفس. مشاهدينا، أحد هذين الفارسين سيكون نجم القوافي في اليمن للعام 2010، وآخر سيكون الوصيف. دوامة كبيرة. من صاحب الحظ يا ترى؟ من سيحظى بلقب نجم القوافي في اليمن للعام 2010؟ من سيحظى؟ من يا حافظ؟ تفضل. يا شهر غادر خيره وسطنا حاضر. حاضر. نسأل الله يقبل كامل الأعمال. يا شهر غادر خيره وسطنا حاضر، نسأل الله يقبل كامل الأعمال. أيامها العبد نلنا حظنا الوافر، والله يعلم من اللي بيننا وصال إلى ضفاف الأجور وجوها العاذر. من خير شهر الحياة وغيمها الهمال نضمن حياتي ولو حتى إلى باكر. هالبوتقيبة وهالباعود للآمال الله يقبل، وأنت الواحد الغافر اغفر ذنوبي من التقصير والإهمال. يا شوق قلبي لك ويا غلب غلبي، يا شوق قلبي لك ويا غلب غلبي، يا شوق قلبي لك ويا غلب غلبي. مقدرش انا اودعك، سكنت اعماق اعماقي وفي لب لبي. الله لنا يرجعك يا شهر ذوبت، يا شهر داويت علاتي وقد كنت طبي. كيف من فؤادي انزعك مضيت يا شهر الفضائل وذنبي تشل حبي معك. اليوم هل هلالك واليوم تمضي بدربي. الله ما اليوم هلا هلالك، اليوم هلا هلالك. ايوه نعم، لانه يكتب ليس على الكتابه، نطق الشعر ينطق غير ما يكتب. اليوم هلا هلالك واليوم تمضي بدربي. الله ما اسرعك. مشاهدينا الأكارم، الكلمة للدكتور عبد الله البار الآن تعليق على الارتجال أو الأستاذ محمد عبد السلام منصور وقصيدة القصيدتين الأخيرتين. الفقير وغلاء الأسعار. بالنسبة لحافظ الجرباني أريد أن ألفت إلى هذه السلاسة والسهولة في تناوله الشعر من الناحية الفنية والحرفية. لاحظوا البيت الأول: يا رب دحن جميع المسلمين من نار يوم القيامة. فوقف على نار، فمن يقرأ يعتقد أنه وقف بلفظة نكرة، ولكن نار يوم القيامة وجوره لها المسبوق، وجوره لها المسبوق. هذا بيت كامل كأنه أراد أن يمهد به إلى ودحن أهل اليمن من نار بالأسعار، ومن فجايع يلاقيها الفقير بالسوق إلى آخره. فهو محترف في القافية وفي الوزن وفي المعنى وفي تماسك القصيدة، وتعدى موضوع البيت إلى صياغة القصيدة كأيقونة متكاملة. أما رقة صادق الحكيمي فهي غير معهودة إلا لدى الشعراء المجيدين، فقد كان الرقفون المنى وهدى رغيفي معاناة وهب عمري نزف إلى آخره. قصيدة ممتازة وتساويا تقريبا في هاتين القصيدتين، كما أنهما تساويا في البيت في أبيات الارتجال، لولا أن همة قصيرة جدا وبسيطة جدا الياء التي قلناها لدى والتي حذفها خلاص، لا لم يكن هناك أي شيء، هو حذفها.
أرجو باسمي وباسم اللجنة عموما أن نوفق في الترجيح، وهما شاعران يعني يأتي إليهم شعراء الشعر الشعبي ليتعلم مما قاله يومنا هذا، وشكرا. النتيجة جاهزة؟ إذا المشاهدين الأكارم، فاصل قصير ونعرف من سيكون نجم القوافي في اليمن للعام 2010. هذا البرنامج برعاية تريم عاصمة الثقافة الإسلامية 2010.